السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد، وفيديو النهارده مختلف جدا. النهارده مش هنلعب، النهارده احنا عندنا سلسله تطوير السيت اب. في سلسله النهارده هنبدا السيت اب ان احنا نطوروه من الصفر لحد ما نوصل ان شاء الله لسيت اب جامد يعني قوي. فاتمنى السلسله تعجبكم. النهارده انا شاري حاجتين وهنركب الكمبيوتر مع بعض اللي انا لسه ما لعبناش عليه وما فتحناش عليه، وهنظبط كده الدنيا شويه تظابيط كده مع بعض. وعندنا حاجتين هنفتحهم ان شاء الله مع بعض ان شاء الله ان هم يساعدونا في المحتوى. كانوا حاجتين انا يعني محتاجهم جدا فاشتريتهم. هم مش غاليين خالص، يعني مش غاليين، يعني انا قصدي مش غاليين خالص ان هم غاليين، لا هم فعلا بسعر بسيط جدا. ولكن حاجتين انا كانت ناقصاني وهنستفيدوا بيهم. حتى دراعي وجعني وانا ماسك الموبايل، فانتوا كده المفروض تكونوا قربتوا لكم تعرفوهم. فاللي يعرف ينزل يكتب تحت في التعليقات ودوس لايك واشترك في القناه. وخلينا يلا نبدا في الفيديو على طول. اول حاجه معانا خلينا اوريكم المكان بتاعنا والمكتب بتاعنا لاول مره. المكتب اللي احنا بنصوره فيه الفيديوهات واللي هنصوره في الفتره الجايه، لان تقريبا ده تاني فيديو اطلع بيه بالفيس كام او تالت فيديو غير فيديو الشكر بتاع ال 100 مشترك. المكان زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، ودي الحاجتين اللي احنا جايبناهم. وزي ما انتم شايفين عندنا الكرسي دوت، هو ده مكان مذاكرتي يعني. دي كوبايه نسكافيه عشان اظبط الدماغ. فده مكتب مذاكرتي تقريبا، وبس احنا بنستغلوه طبعا غير المذاكره وغير كده طبعا ان احنا في الجيمنج. وده الكمبيوتر المعتوه اللي عندنا. قلت على فكره امكانيات الكمبيوتر قبل كده، وقلنا ان الكمبيوتر ده هو مش وحش، ولكنه مش احسن حاجه يعني الكمبيوتر ده. وعندنا ثلاث حاجات زي ما انتم شايفين قدامنا. خلينا نبدا بابسط حاجه واللي هي اعتقد ان هي واضحه، وهي فلاشه. الفلاشه دي انا جايبها ما اعرفش عشان ننزله بس شويه لعب كده. هننقله على شويه لعب وننقلها للكمبيوتر، فعشان نبدا بقى ان احنا نصوره من الكمبيوتر. ده بالنسبه للفلاشه. عندنا كمان حاجتين هنا دلوقتي هنفتحوهم مع بعض. ولكن اول حاجه زي ما انتم شايفين الدنيا مكركبه هنا تحت كده، فعايزين نظبطوهم كده ونرتبوها شويه علشان يبقى المنظر شكله حلو. واكتبوا لي رايكم في السيت اب كده والشكل وشكل المكتب كده والمفرش. مفرش شكله مزاج كده. المشكله الوحيده الحيطه مكان الكرسي عامله كده، معرفش دي بتبان عندكم وانا بصور بالفيس كام ولا لا. فخلينا على طول نخش ونبدا ان احنا نفتح الحاجات اللي جايه لنا ديت علشان تشوفوا، عشان هتساعدنا الصراحه في التصوير ده دلوقتي. اول حاجه معانا، واتمنى ان انا اكون باين زي ما انتم شايفين كده، عندنا الكراتين بتوعنا كرتونتين. اول كرتونه معانا وهي دي. ده عباره عن ستاند. الستاند ده انا جايبه، ده ستاند بيتحط كده على المكتب عشان يتظبط يعني ويتعمل. ده فكره الستاند زي ما انتم شايفين اهو، ستاند بسيط جدا 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 يعني. بتحط الموبايل هنا زي ما انتم شايفين في الحته دي كده، بتحط فيها الموبايل وبتبدا بقى انك تحطه وتصور وهو ثابت بيثبت، يعني بتحط في الحاجه اللي بتحط عليها بيلزق. لان الموبايل طبعا زي ما انتم شفتوا وقعه جامده في الفيديو بتاع ال 100 مشترك. فانا جبت ده عشان يساعدنا في الموضوع ده، ويعني اتمنى ان هو يكون حلو. اعتقد ان هو هيساعدني جدا، لان انا بقعد اجيب بقى كتب، وتلاقيني بجيب التابلت بتاع المدرسه، واجيب مش عارف البتاع اللي انا ساند عليها دلوقتي دي، واقعد اجيب 50 حاجه عشان اقدر بس ان انا اثبت الموبايل واظبط الزاويه ويقع. فده هيوفر مجهود ياما. فنودي اول حاجه معانا او تاني حاجه معانا غير الفلاشه على جنب، وناخد بق النسكافيه عشان النسكافيه هيبرد. فمعلش انتوا مننا وفينا بقى. خدنا بق النسكافيه وروقنا الدماغ. دي كمان اللي بعده دي بقى، ده ستاند برضو، ولكن الستاند ده هو جاي باكج على بعضه كده. والستاند ده بقى ستاند جميل جدا، لان الستاند ده هنحتاجوه واحنا بنصوره زي ما احنا شفنا دلوقتي كده. عشان الستاند اللي هو بتاع السيلفي ده هو ده الستاند. فهو باكج على بعضه جاي يعني شويه حاجات معاه كده. اول حاجه معانا انا جايب السماعه ديت. السماعه دي مايكها خرافي، سماعه من سوني، شركه سوني. السماعه دي حرفيا المايك بتاعها جامد، يعني السماعه دي اعتقد ان هي باينه قدامكم يعني. المايك بتاع السماعه دي جامد وحلوه، سماعه حبل كده وجامده يعني. فاعتقد ان هي هتساعدنا كمان في الصوت، ولكن هي مش هتبقى احسن حاجه في الصوت. انا جايبها صراحه استخدام شخصي، مالهاش دعوه بالمحتوى اللي احنا بنعمله. الحاجه اللي عندنا بقى ده زي ما انتم شايفينه كده. البتاع ده جواه ثلاث حاجات. جواه دي انا ما اعرفش هي ايه، استنوا نطلعوه. هنتصرف قبل ما يجي، انا ما عندي كل الكلام ده. ايوه دي، لو حد يعرف دي بتاعت ايه يقول لي، عشان والله انا ما اعرف يعني. انا بحاول اعرف دي بتاعت ايه، مش قادر اعرف هي بتاعت ايه. فلو حد يعرف دي بتاعت ايه كده يقول لي هي بتاعت ايه. هي تقريبا دي لازقه عليها بتتشال وهي بتلزق، مش عارف الصراحه. هنحطها هنا كده لحد ما نكون عارف هي بتاعت ايه. وعندنا جاي معاه برضه سماعه زي ما انتم شايفين، سماعه عاديه هنحطها برضه هنا. ده بقى الحوار كله. ده بقى اللي انا جايب اصلا الباكج ده علشان فاكرين الكلام ده كده على جنب عشان نعرفوا نتكلم. ده حرفيا من اكتر الحاجات اللي انا هحتاجها لتصوير المحتوى، لان احنا الفتره الجايه مش هنصوره بس محتوى جيمنج وكده. لا، هنصوره ان شاء الله حاجات تانية تعجب. فده
هيفيدنا جدا. وكمان معاه جهاز تحكم، ده تقدر انك مثلا تصور، تفتح الفيديو من هنا، تقفل الفيديو من هنا، من غير ما تيجي جنب الموبايل. بتبدا بس ان احنا نحط الموبايل هنا زي ما انتم شايفين، وبيتفتح وبيتقفل، وده هيساعدنا حرفيا جدا، امان جدا. يعني البتاعه دي بتمسك عليه بتكلبش في الموبايل، ما عمره ما يقع. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي هتساعدني الصراحه في المحتوى. فحاجه كنت انا محتاجها الاستندين دول، عشان كده انا كنت جايب الباكج ده، خصوصا لما بدات اصور فيس كام. فدي حاجه كنت محتاجها. هنبدا بقى ان احنا نحمل على البي سي، عشان طبعا يكون الموبايل ده وتصويره حلو. الموبايل الثاني انتوا شفتوه تصويره جيد، ولكن يعني هو مش موبايلي، كان موبايل اخويا. فان شاء الله في حاجه اتكسرت منهم تقريبا. نعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. فده الحاجه الثانيه معانا، فنقفلوه خلاص بقى. نخشوا في الجزء الثالث من فيديو النهارده، وهو الكمبيوتر. فخلينا ننضف ونحط الستاند على الموبايل ونشيله البتاع. سامو ليكو انا سانده على ايه دلوقتي عشان تبقوا عارفين برضو في الصوره. انا سانده على دي، ايه دي ما تسالنيش، هو انا سانده كنت سانده عليه. فخلينا ننضفه بقى ونسندوه على البتاع ده. فيلا بينا. زي ما انتم شايفين قدامنا كده، ده بقى الكمبيوتر بتاعنا. خلينا نعرفكم الاول على الاجزاء اللي عندنا منه. اول حاجه عندنا الكيبورد ده، كيبورد ديل، كيبورد قديم جدا، يمكن بقاله 15 16 سنه والله. والماوس ده نفس الحوار، هو مع الكيبورد، لان ده كان ليه بي سي قديم. بس انا بقى جددت البي سي، بس الاجزاء دي زي ما هي. حتى الشاشه ديت شاشه ديل برده مع الكمبيوتر ده، بقى يطلع 15 16 سنه. ودي سماعه، لا دي جديده وسماعه محترمه يعني. ده عشان الامان طبعا، عشان ما تتخبط. بس ما تفهمش الناحيه الثانيه ما فيهاش امان ليه. السماعه دي برده حلوه جدا عشان الصوت طبعا، لان انتوا عارفين بس ما قول لي جمله مفيده عشان افهمك. عايزين نجيبوا سماعه بقى من اللي سماعه الجيمنج، لان دي بتبقى الصوت محيطي، فاهم؟ مش الصوت يبقى في ودانك كده، لا دي بتوزع الصوت على الاوضه. ودي طبعا مش هتنفع في اللعب، لان انت بتبقى عايز الصوت ما يبقاش طالع مع الكاميرا. الاسلاك هنا طبعا المنظر يعني بائس يائس المنظر. طبعا استخدام بقى الستاند وشغل عالي بقى دلوقتي، والله انا في قمه الفرحه وقمه السعاده. خلينا بقى عشان هنلف لفه عويصه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. اطلع للنور، اطلع للنور يا غالي يا ابن الغالي. ده بقى الكمبيوتر بتاعنا. الدنيا جايه عليه شويه لانه محطوط تحت في الانقاء. فالكمبيوتر بتاعنا انا بس بوريكم الحاجات دي. هو متركب وانا جهزته صراحه، لان قلت انا لسه هقعد اركب في الفيديو. خليني بقى اقول لكم امكانيات الكمبيوتر. امكانيات الكمبيوتر ده مش رهيب، مش واو، بس تقضي الحال. وامكانياته كويسه، يعني ممكن اقول كويسه الى حد ما، حتى ممكن تصل الى كويسه جدا. انا قلت على فكره امكانياته الرئيسيه، لان طبعا مش هقول الامكانيات كلها لان حتى انا مش عارفها. فامكانياته الرئيسيه، الكمبيوتر ده البي سي 4 رام و512 اعتقد جيجا الهارد ديسك بتاعه، وكمان بيشيل هارد تاني، وانا عندي هارد تاني يعني، حتى الهارد موجود هنا. فانا عندي هارد تاني، فحتى لو احتاجنا مساحه هركبه. ولكن انا مشكلتي الوحيده مع الكمبيوتر ده النت، لان النت عايز اقول لكم ان انا قاعد مثلا، دي اوضه المذاكره، فالنت موجود في شقه ثانيه فوقيه، تمام؟ فالنت بعيد ما بيوصلش للاوضه دي. ففي مشكله في النت، محتاج كابل. حتى انا جايب له الانتنه ديت، اللي هي الانتنه اللي بتوصل الشبكه. الانتنه ديت بتاع وايرلس. الانتنه ديت طبعا ما توصلش من هنا لانه برضه بعيد، وان انا انقله في حته ثانيه هتكون صعب، لان هنا مكان معزول تقريبا عن الصوت. بقعد براحتي، مفيش حد معايا، الاضاءه كويسه، حتى الكرسي موجود، المكتب موجود، فما فيش بديل تاني يعني. فبس هو مشكلته هنا النت، يمكن الحل الوحيد بتاعها. عشان كده انا جبت الفلاشه، ان انا مش عارف اوصل نت انقل بيه. حتى فكره ان انا انقله بره وادخله دي مشكله جدا في يعني صعبه جدا في الانتنه. لو حد يعرف لها حل فممكن يقولها لي. المشكله دي ايه؟ المشكله ان الانتنه باجي احطها يقول لي نو كونكتد تو انترنت. اقعد عملت شفت كل حاجه على اليوتيوب حرفيا، ولكن مش لاقي حل. ساعات الشبكه ما بتظهرش، اقعد اعمل كذا حل وحاجات من على اليوتيوب لحد ما تظهر. تيجي تظهر ويوصلها ويقول لي نو كونكتد تو انترنت. فانا مش عارف الحل بتاعها ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان فيديو بسيط بنبدا فيه سلسله السيت اب بتاعنا من الصفر لحد ان شاء الله ما نوصل الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي لمرتبه حلوه. انا حواليها في الاوضه منظر لا يعلم به الا ربنا. مش قله نظافه، لا، في كركبه يعني. ايه، اي حاجه هنا في البيت عايزه تتخزن بتتخزن هنا. فلو عجبك الفيديو اشترك في القناه ودوس لايك. قربنا خالص على 500 مشترك. انا تقريبا بصور الفيديو ده واحنا 460.
وان شاء الله المحتوى الفتره الجايه يكون احسن بكتير. اوعدكم انا بحاول، يعني احنا في الفتره الصغيره اللي احنا قاعدين فيها في اليوتيوب، ولكن المحتوى بجد 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 اتطور عن كل فيديو. وانا كمان يمكن اول فيديو او تاني فيديو بطلع بالفيس كام، مش متعود على الفيس كام، هتلاقوني ببص غريب، مش متعود ان انا اعمل، ولكن مع الوقت بتتعود وبتبدا تطور من نفسك. فده اللي احنا بنعمله في القناه، كل فيديو بيبدا يتطور. بدانا من غير لا فيس كام ولا بدانا من غير اي حاجه، حتى المونتاج كنا بنعمله بسيط. بعدها بقى انا بعرف اعمل مونتاج، ولكن انا بعمل يعني على حسب ان انا عارف ان الفيديو هيشوفه كام واحد، فمش محتاج ان انا ابذل مجهود جامد في المونتاج. يلا سلام. بس اشترك بس ما تنساش يعني، عشان الفيديو اللي احنا عملناه والتكلفه، اي نعم هي تكلفه لا تذكر يعني، ولكن اي منظر يعني رضوني. يلا سلام.